ازيكم؟ ايه الاخبار؟ النهارده جايلكم بعد رحله بحث عميقه، عميقه جدا. النهارده جايلكم الخضار المصري. انا هنا جربت كل الخضار. طبعا كانت احجام الخضار هنا غريبه، مش زي اللي متعودين عليها في مصر. كنت بعيني عشان الاقي خضار للمحشي او الاقي كوسه او الاقي ايا كان. هنا انواع الخضار كتيره جدا. فكنت بتوه، وبعد ما ان انا الاقي منها يعني حاجه بديله، ما بتديش نفس الطعم المصري بتاعنا. يعني مش بتدي نفس الاحساس ان انت بتاكل اكل مصري. لا، هو الخضار حلو وكل حاجه، بس مش نفس الاطعمه. فبعد رحله البحث دي انا لقيت مكان من افضل الاماكن اللي موجوده. المكان ده في عجمان، اسمه سما المحبه. بيبعتوا دليفري لكل الامارات. عاملين عروض حلوه جدا. الحاجه جات لي فريش. يعني الطماطم الحمراء المصريه بتاعتنا، المحاشي. طبعا الكوسه اصغر من ايدي، اصغر من صباعي. الحاجات الاحجام بقى اللي احنا واخدين عليها في مصر، الحاجه جايه فريش وصبحه. محشي البتنجان المصري بتاعنا الابيض. هنا انا ما بلاقيش بتنجان ابيض. حتى الناس اللي بتبقى عندها خضار مصري وكده، لما كنت بسأل عليه يقولي مش موجود. فما شاء الله سما المحبة موفراه. الكرنب. الكرنب ده انا بلاقي الكرنب اللي هو الافرنجي، اللي هو زي الكابوتشي كده، مدور وصغير. بيبقى ورقه ناشف شوية، مش بيدي برضو في اللف زي المصري. فانا لقيته بالوزن. اسعارهم حلوة جدا، محدش يتخيل الاسعار بتاعتهم. القرنبيط، الليمون المصري الاخضر، وفي عندهم برضو الاصفر. وفي بقى كل الفاكهة وكل الخضار اللي ممكن تتخيلوه. والجزر. الجزر مسكر جدا. الحاجة نظيفة، مفيش فيها حاجة دبلانة، مفيش فيها حاجة بايظة. بصراحة عندهم أمانة. بجد أنا بشكرهم. ومن تفوق لتفوق، وربنا معاكم، وأنا مبسوطة إن أنا كنت عميلة عندكم. توفيق يا رب. اللي عايز بقى العنوان ورقم التليفون يسيب لي كومنت أو يبعت لي رسالة وهبعتها لكم. باي باي.